حصيلة كرة القدم في دقيقة واحدة. من ضمن المباريات المهمة اليوم بالدوري الإسباني مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بالجولة 30 من الدوري الإسباني في ملعب واندا ميتروبوليتانو. المباراة سوف تبدأ الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية على قنوات بي ان سبورت. وأيضا في الدوري الإسباني مباراة ريال مدريد ومايوركا الساعة 5:15 مساء بتوقيت السعودية. من المباريات المهمة أيضا مباراة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي ربع النهائي. اللي يفوز من عندهم بهذه المباراة يتأهل إلى نصف النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. المباراة سوف تبدأ الساعة 2:45 مساء بتوقيت السعودية. تريبير الظهير الأيسر الإنجليزي سوف يرحل عن نادي نيوكاسل هذا الصيف كلاعب حر. في الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان يفوز على تولوز ب3 أهداف مقابل هدف. ديمبلي تألق وسجل هدفين. كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي يسجل هدفين في أول مباراة له بعد عودته من الإصابة ويصل إلى الهدف 967. المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو يعود من الإصابة وسوف يكون متواجد مع تشكيلة ريال مدريد. برونو فرنانديز البرتغالي لاعب مانشستر يونايتد يحصل على جائزة لاعب الشهر في مارس. أليسون حارس ليفربول البرازيلي سوف يغيب بسبب الإصابة لنهاية الموسم. إذا عجبتكم فقرة الحصيلة لايك ومتابعة.